أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لكم من قصة بريك زمان، خلوها لكم على الله. كان بالفحص المرور ما يغيروا الرقم لما يبزاج البحث. هذا صاحب السيارة كان يبزاج البحث، كان يفحصوا لما يصل عند البريك طلعوها قالوا له امسك بريك، امسك، قالوا ماشي البريك حارب. والله من مهندس إلى مهندس وصل عندي أفعل بصري، أنا عندنا شيطان هكذا. قمت أصنبر هذا اللي هي المراية، قال لي عقلي أصنبرها تكون بحشة تمسك سريع. أصنبرها أقول له جاهز، سعر البحث. قالوا له البريك حارب. ما له هذا، قلوا في 10 مهندسين وأنا الغلق الباقي ما بالشيء. أفكر 3 خازي، وعندي أسلوب أقنعه، صاحب السيارة أقنعه يرحله من قدامي في لبيج. آخر في شيء أي شيء يحصل فبريك السيارة لما تكون جديد كفي يثبتها، ولما تكون تعبة ما تثبتش. الأمر بسيط. فين كان المرض يا سيدي عيني في البيرنج حق الهبس. لما يكون تعب هذا المراية أو الطارة، لما يكون تعب البيرنج فيه خواء. كيف تعرف فيه خواء؟ اسقم التاير من تحت طلعت القلاص، اسقم التاير من تحت ومن فوق، سوي هكذا حتلقى خواء. أما لو هكذا ما يعتمدش، لأنه حيقع هواء من رؤوس الدراعات وغيره هكذا. إذا كان الكناويس لما يسقم هكذا ميلة في البيرنج هيسقم بهذه الطريقة في خواء من تحت. لما يكون البيرنج صحيح يكون هكذا، الكناويس يسقم كامل ويطبقها. ركزت؟ لو ما صلحنا البيرنجات الاثنين الأمامية عيب عليك، صار فحص جاهز. قد جتك سيارة بيقول لك يا أخي العزيز يا مهندس السيارة إن جي يمسك البريك السيارة تميل يمين أو يسار، هذا على خبرته. يوزن الدراعات له مايل الدراع هذا عن هذا التاير. شوف يا أخي يا صاحب الميزة، لو مايل 1000 مرة، لو فلح هكذا ما يمكن تمسك وانت مفلت السكان، لا يمكن يسار ولا يمين تميل عليك السيارة. إذن كيف لما بتميل البيرنج سليم يطبق مع الكنويس صح، ويثبت التاير. إذا كان البيرنج اليمين تمام يثبت التاير الذي في اليمين صح، وتضطر السيارة أنها تميل لليمين لأنه التاير ثبت، وذيه ما قدر يسقم الصح لأن فيه ميلة وتميل، ولا بيجي برؤوس الدراعات وغيره. البيرنج ما رضيت تسقم صح، البيرنج ما رضيت فيها ميلة يسار يمين، البيرنج. حياتي لكم.